عليكم. النادي الاهلي عملاق افريقيا المارد الاحمر صاحب العشر نجوم والعشر القاب، ونادي الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه صاحب الخمس القاب في مواجهه قويه ومحتدمه وناريه على الملعب الاولمبي برادس في تونس في تمام الساعه 10 مساء. النادي الاهلي والترجي التونسي، ومباراة قوية وديربي أفريقي قوي ومحتدم وناري وعلى صفيح ساخن جدا جدا جدا. النادي الأهلي وكلام كولر قال لهم والله أنا عندي التأمين الدفاعي هو هتكون الاستراتيجية والسياسة في المباراة دي. ليه؟ لأن أنا والله لو ما دخلش فيا جول في رادس في تونس يبقى أنا كده زي الفل وتمام. أنا عايز ألعب أأمن دفاعاتي، اطلع الشناوي بشباك نظيفه، قدرت اخطف واسجل هدف يبقى كده نعمه وزي الفل، عشان تيجي مباراه يوم 19 في القاهره اقدر احسم المباراه واشغلها وادورها زي ما انا عايز وبفكري وبمزاجي. النادي الاهلي بيسعى جاهدا انه يطلع من المباراه دي على الاقل، اذا ما كانش قدر يخطف هدف ويخلص يطلع تعادل، والتعادل يكفي النادي الاهلي ان نقدر نقول يحسم الدور بنسبة 99% للعبور. النادي الأهلي قوي جدا، كعبه عالي جدا على الترجي التونسي. تعال هقول لك التاريخ بيقول ايه بمواجهات النادي الأهلي والترجي التونسي في المباريات دي او في الحالات دي. هنرجع للتاريخ هنشوف التاريخ بيقول لنا ايه. يا عم التاريخ بتقول ايه؟ بقول لك والله ان النادي الأهلي والترجي التونسي اتقابلوا 18 مرة. كان الكعب العالي والحظ الاوفر هو للنادي الاهلي بفوز 10 مباريات، وانهى واربع مباريات تنتهي بالتعادل، واربعه بالفوز لصالح الترجي التونسي. اخر مباراه كانت في 21 وانتهت بفوز النادي الاهلي ب3 اهداف نظيفه، وقابلنا في النهائي كايزر تشيفز وكسبناه 3 وتوجنا بالبطوله كبطلا على حساب نادي كايزر تشيفز. فاذا النادي الاهلي صاحب الكعب العالي، صاحب الكلمه العليا في مواجهات الاهلي مع الترجي التونسي عنده غيابات بالجمله، بتتكلم على 10 لعيبه بتضرب صفوف الترجي التونسي كغيابات، من اول معاذ بن شريفيه في حارس المرمى، الخط الظهر للخط النص والديفندرات بتاعته والهجوم. بتتكلم على تخبطات اداريه وفنيه واصابات ومشاكل بالجمله في صفوف نادي الترجي التونسي. يقدر النادي الاهلي يقتنص فرصه الفوز ذهاب وعوده لو يقدر، وسهوله جدا كمان. النادي الاهلي في مباراه الترجي هو ليه صاحب الكلمه العليا والسياده. تعالوا بالنسبه للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي، هيكون الشناوي العظيم المتالق في حراسه المرمى، هيكون 2 قلبي دفاع عبد المنعم وياسر ابراهيم، راجل قوي والتحاماته قويه بعقل، بيلعب كره قدم، بيقف في مركز الدفاع بقلبه وبعقله، راجل نجم. طبعا بعد اللي حصل لمحمود متولي في مباراه السوبر، ان شاء الله نسال الله الشفاء والعافيه لمحمود متولي. هنلعب اليمين والشمال معلول وهاني، مفيش كلام، هاني متفوق على نفسه ومعلول فت. اما بالنسبه لخط النص هنلعب بألو ديانج، وهنلعب بعمرو السوليه وحمدي فتحي. بفضل حمدي فتحي وبحب حمدي فتحي لأدواره الهجومية، لقوته الهجومية، لجرأته واندفاعه الهجومي، فعشان كده بفضل حمدي فتحي. وطبعا مروان عطية هيكون تبديل لعمرو السولية، قوي جدا جدا، راجل بيجيد وبيمتاز انه بيلعب ادوار 8 وادوار 6، هايل وممتاز، بيأدي ادوار دفاعية هايلة وبيأدي ادوار هجومية هايلة، والميس باص عنده قليل جدا، نادر لما يطلع ميس باص من رجله، وراجل فوكس ومركز جدا. بالنسبه للوينجين، الشمال بيرسيتاو وعلى اليمين عبد القادر. هتقول لي طب ليه مش الشحات؟ والله الشحات بيعاني من اجهاد واصابه ممكن بنسبه 90% تمنعه من المشاركه. عبد القادر لاعب فت ومهاري وقوي وممتاز مفيش كلام، مع اني كنت بفضل الشحات ولكن الراجل متصاب. طيب لو هتتكلم على سترايكر صريح او لعيب في مركز 10، هقول لك بلا منازع كهربا فت، كهربا لعيب، كهربا بيهد الديفنس بتحركاته، تحركات خلف المدافعين ومن غير كرة،
متوهج ومتألق وفوكس في شغله ومركز رغم المشاكل اللي عنده. النادي الاهلي عليه انه يركز، يتعادل، يكسب 0-1. قدر يخلص في الملعب الاولمبي برادس في تونس، يبقى هايل هايل هايل. النادي الاهلي عنده فرصه كبيره يستغل اضطرابات الترجي التونسي، يستغل غيابات الترجي التونسي، يستغل الارتباكات اللي فيها الترجي التونسي وكعبه العالي على الترجي التونسي.